ازيكم يا غاليين، عاملين ايه النهارده؟ جايبالكم حته فيلم ملوش حل. بس قبل ما نبدا الفيلم بتاعنا عندي ليكوا سؤال: هتتصرف ازاي لو ظهرلك فضائيين؟ هستنى كومنتاتكم في التعليقات تحت. هاتوا حاجه تشربوها عشان نبدا الفيلم بتاعنا سوا. فيلمنا بيبدا بانتشار اخبار في كل وسائل الاعلام بتقول ان في اطباق طائره في اماكن مختلفه على كوكب الارض، وده بيسبب حاله ذعر وخوف للمواطنين، لانهم بيكونوا فاكرين ان الفضائيين عاوزين يحتلوا كوكب الارض بسبب كثره الموارد الطبيعيه اللي فيها. وفجأة بتظهر سفينة فضائية وبتقع على كوكب الأرض في مدينة لاس فيجاس على بعد 50 متر من نيفادا الأمريكية. فبيقدر فريق المخابرات الأمريكية يحدد موقع السفينة دي، وبيكون الفريق ده بقيادة النقيب هنري، وبيكون هو المسؤول عن تحديد هوية السفينة دي. فبيقرر يروح هو والفريق للمكان اللي وقعت فيه السفينة عشان يقبض على الفضائيين ويعمل عليهم أبحاث. وفعلا بيوصلوا هنا لمكان السفينة وبيكتشفوا إن هي وقعت من الفضاء واتصدمت بالأرض لسبب مجهول. وفجأة بيحسوا بحركة حواليهم، فبيفهم هنري إن الفضائيين هربوا من السفينة، فبيأمر الفريق بتاعه إنهم يدوروا عليهم ويمسكوهم في أسرع وقت. وفي الوقت ده بتوصل أليكس عالمة الفلك لمدينة لاس فيجاس، وبتركب تاكسي عشان تروح مؤتمر العالمي، وبتكون هتتكلم في المؤتمر ده عن حقيقة وجود الفضائيين. وبيكون سواق التاكسي مجرم ومتقاعد واسمه جاك، وكان بيشتغل في عصابة لمدة 3 سنين، وبعد ما خرج من السجن قرر يبعد عن حياة العصابات ويشتغل سواق تاكسي. ولما بيوصل أليكس للمؤتمر بتديله الكارت بتاعها عشان لو حب يحضر المؤتمر ويعرف أكتر عن الكواكب والفضائيين، وطبعا ده بحكم إن هي عالمة فلك. تاني يوم بيشوف جاك الأخبار وبيلاقي المذيعة بتقول إن المخابرات الأمريكية قدرت تلاقي سفينة فضائية ومحتفظين بيها عشان يعملوا عليها أبحاث. وبيكون فريق المخابرات بتاع النقيب هنري بيدور على الفضائيين، وبالصدفة بيلاقوا آثار رجليهم على الأرض، فبيصوروها بمسح ضوئي وبيعملوا لها تحاليل، وبيكتشفوا إن هي آثار رجلين 2 فضائيين شبه البشر جدا. فبيؤمر هنري رجالته إنهم يدوروا على الفضائيين دول ويوسعوا 50 ميل للبحث عنهم ويشوفوا كل التسجيلات بتاعة كاميرات المراقبة اللي في المنطقة. وبنرجع لجاك وهو رايح يركب التاكسي بتاعه، فبيلاقي عربية واقفة قدام وبيخرج منها 2 كانوا شغالين معاه في العصابة، وبيطلبوا منه يروحوا معاهم لرئيس العصابة عشان عاوزه في شغل، وهيكلفوا بعملية سرقة هيكسب فيها $5000. ولكن جاك بيرفض يرجع للعصابة وبيقول لهم إن هو تخلى عن الحياة الإجرام وحابب يستقر في حياته. ولكن بيلاقيهم مصممين ياخدوه، فبيضربهم هما الاتنين وبيهددهم بالقتل، فبيحاولوا يطلعوا السلاح بتاعهم عشان يقتلوه، لكن بيجي ضابط شرطة وبيشوفوا اللي بيحصل ده، فبيضطروا إنهم يمشوا ويسيبوه. وبعدها بيركب جاك التاكسي بتاعه عشان يروح يشتغل، وبيتفاجئ إن في طفلين في العربية اسمهم كيفن وسارة، وبيكون مش عارف داخل العربية ازاي، خصوصا ان ما كانش في حد في العربية وقت ما اتخانق مع افراد العصابة. فبيعرض عليه كيفن فلوس كتير جدا مقابل ان هو يوصله لمكان قريب من ولاية نيفادا، وبنكتشف الاتنين دول هم الفضائيين. في نفس الوقت ده بيقدر فريق المخابرات انهم يتابعوا اثار رجلين كيفن وسارة، ولما بيراجعوا الكاميرات بيشوفوهم وهم راكبين اتوبيس ورايحين لمدينة لاس فيجاس. ولما بينزلوا من الاتوبيس بيسرقوا فلوس من مكنة ATM، وده كان من غير ما يكون معاهم فيزا أصلا ومن غير كمان ما يكسروا المكنة. فبيتأكد هنري إنهم هم الفضائيين، وبيلفت انتباهه إنهم يمتلكوا قوة خارقة. وبعد محاولات بحث طويلة بيكتشف إنهم ركبوا التاكسي بتاع جاك، وفي طريقهم لولاية نيفادا في اللحظة دي بيلاحظ جاك إن في عربيتين ماشيين وراه، فبيعدي سرعة التاكسي عشان يعديهم. ولكن كيفن وسارة بيكونوا حاسين بالخطر من ناحية العربيات دي، وبيكتشفوا إن هي تبع المخابرات الأمريكية وإنهم بيطاردوهم وعايزين يقبضوا عليهم، فبيطلبوا من جاك يزود السرعة. وفجأة هنا بتقف عربيات المخابرات قدام جاك عشان يقطعوا الطريق، وبيخبطوه عشان يوقف العربية بتاعته. فبيفتكر جاك إن العربيات دي تبع العصابة اللي كان بيشتغل معاهم، فبيقرر يهرب منهم بسرعة لأنه هو مش عايز يشتغل معاهم. ولما بيلاحظ كيفن إن العربيات لسه بتطارده بيستخدم قوته الخارقة وبينزل من العربية وبيقف قدام العربية بتاعة النقيب هنري وبيخليها تتقلب بسهولة. وبنعرف إن قوته الخارقة هو إنه بيقدر يتحكم في كتلته الجزئية ويخلي جسمه صلب جدا، وبيقدر يعدي من خلال أي حاجة بسهولة. وبسرعة سارة بتستخدم سرعة قوتها وبتتحكم في التاكسي بتاع جاك وبترجع بيه لورا عشان كيفن يركب معاهم. فبينزل جاك من العربية وبيهدد هنري بالقتل لو طارده مرة تانية، وطبعا بيكون مش عارف إن هو شغال في المخابرات وفاكره شغال في العصابة اللي كان فيها. وبعدها بيركب في التاكسي مرة تانية وبيوصل كيفن وسارة البيت مهجور في الصحراء، فبيديله كيفن $15,000 عشان يوصلهم، وبينزل من العربية هو وسارة وبيدخلوا البيت المهجور. فبيقرر جاك يروح وراهم عشان يرجع لهم الفلوس الكتيرة دي. فبيسمع صوت غريب في البيت أول ما بيدخل، وبيحس بحركة حواليه، فبياخد خشب عشان يدافع عن نفسه لو حد هاجمه. وفجأة هنا بيلاقي شخص بيحاول يلمسه فبيضربه بالخشبة دي، وبيتفاجئ إن الشخص ده هو كيفن، ولكن بيتصدم أول ما بيشوف الخشبة وهي بتعدي من خلال جسمه، فبيفهم إن الولد ده عنده قوة خارقة. وقبل ما يسأل عن الموضوع بتطلب منه سارة يهرب من المكان بسرعة،
عشان في كائن فضائي خطير بيطاردهم، ولكن جاك بيكون فاكرهم مجرد أطفال وبيصمم يفضل معاهم. فبيستخدم كيفن جهاز متطور وبيفتح باب موجود في التلاجة وبيوصلهم لمختبر سري تحت الأرض، وبيكون في نباتات غريبة جدا. فبيمشوا هم التلاتة لحد لما بيوصلوا النبات الفضائي، وبتحط سارة السلسلة بتاعتها على النبات ده وبتخرج منه جهاز فضائي متطور. ولما بيسألها جاك عن الجهاز ده بتقوله ده جهاز فضائي لوالدها هو اللي اخترعه، ولازم ترجع بيه للكوكب بتاعها في أسرع وقت. فبيفهم جاك إنهم فضائيين وجايين الأرض لغرض معين، وفجأة بيسمعوا صوت كائن فضائي اسمه سيفون. فبيستخبوا هما التلاتة لحد لما يفكروا في طريقة يهربوا بيها من المكان. وأول ما جاك بيشوفوا بيضربوا بالخشب اللي معاه عشان يشتتوا لحد لما الأطفال يهربوا، ولكن سيفون بيكون أقوى منه وبيوقعه على الأرض وبيحرق المختبر عشان ياخد الجهاز الفضائي اللي سارة خرجته من النبات. فبيحاول جاك والأطفال يهربوا من المكان بسرعة، ولكن سيفون بيضرب عليهم إشعة ليزر عشان يمنعهم. فبيقفل كيفن الباب بتاع المختبر، ولكن من قوة الإشعة بيفقد الوعي. فبيشيلوا جاك وبيخرجوا كلهم من البيت المهجور وبيركبوا التاكسي عشان يهربوا. بعدها بيفوق كيفن مرة تانية، فبيلاحظ إن سيفن بيطاردهم من خلال السفينة الفضائية بتاعته. فبيحاول جاك هنا يهرب من المكان فورا وبيدخل نفق عشان يستخبى. فبيعرفوا كيفن إن سيفن محارب قوي جدا وبيطاردهم عشان عاوز يقتلهم وياخد منهم الجهاز الفضائي اللي هم خرجوه من النبات. وفجأة هنا بتظهر أشعة من السفينة بتاعت سيفن عشان يعرف إذا كانوا هم موجودين في النفق ولا لأ. ولحسن الحظ الأشعة ما بتجيش في العربية بتاعتهم. فبيدخل جاك النفق مرة تانية وبيلاحظ إن سيفون لسه بيطاردهم. في الوقت ده بيكون القطر جاي عليهم، فبتستخدم سارة قوتها وبتزود السرعة بتاعة العربية لحد لما بيخرجوا من النفق، وبيخبط القطر في السفينة الفضائية بتاعة سيفون وبيدمرها. وبعد كل اللي حصل ده بيتضايق جاك لأنه مش فاهم أي حاجة، وبيقول للأطفال إن هو مش هيتحرك من العربية غير لما يفهم اللي بيحصل. فبتقول له سارة إنهم فضائيين جايين من كوكب تاني عشان ينقذوا الكوكب بتاعهم من الدمار، وعشان تأكد له كلامها بتستخدم قوتها في التحريك وبتطير كل الحاجات اللي في العربية. وبعدها بتطلب منه يساعدهم ويوصلهم لمكان السفينة الفضائية بتاعتهم، لأن المخابرات الأمريكية احتفظوا بيها عشان يعملوا عليها تجارب وأبحاث. فبيقرر جاك إن هو يساعدهم وبيوصلهم للسفينة بتاعتهم، ولكن بتكون العربية بتاعته متدمرة بسبب السفينة الفضائية بتاعت سيفون. فبيروح للميكانيكي بسرعة عشان يصلحها وبيديله 15,000 دولار عشان يصلحها بسرعة. وبعد شوية بيروحوا هما التلاتة كافيه عشان يستريحوا لحد لما العربية تتصلح. وأول ما بيقعدوا بتقول سارة لجاك إنها بتقدر تقرأ الأفكار، ولما قرأت أفكار عرفت إن هو عاوز يهرب ويسيبهم. فبيعترف لها إن هو كان بيفكر في البداية، ولكن غير وجهة نظره لما عرف إنهم عاوزين ينقذوا الكوكب بتاعهم من الدمار. وقبل ما يكمل كلامه بيتصل بيه إن قيب هنري وبيعرض عليه يسلم الأطفال اللي معاه مقابل إن هو هيمسح له السجل الإجرامي بتاعه بالكامل. فبيفهم جاك إن هو عاوز يقبض على الأطفال دول عشان طبعا يعمل عليهم تجارب، خصوصا إن هم فضائيين وعندهم قوة خارقة. وبعدها بيلاحظ إن هو ورجالته محاصرين المكان بالكامل، فبيفكر في حيلة عشان يهرب هو والأطفال. وبيروح يتكلم مع عمدة المدينة وبيقول إن في عصابة متنكرة زي ضباط هيدخلوا الكافيه دلوقتي وعاوزين يقتلوه. فبيقتنع العمدة بكلامه. أول ما بيدخل هنري ورجالته بيوقفهم الضابط الشرطة اللي معاه وبيرفع عليهم السلاح. في الوقت ده بتيجي واحدة شغالة في الكافيه وبتساعد جاك والأطفال عشان تخرجهم من المكان، وبتعرفهم على سلم هيوصلهم للسطح. فبيلاحظ جاك إن الشباك بتاع السطح مقفول من بره، وبعد التفكير بيستخدم كيفن قوته وبيعدي إيده من خلال الشباك وبيفتحه بكل سهولة. وبعدها بيخرجوا كلهم من المكان، وفجأة بيظهر كلب حراسة وبيهجم الكلب ده على جاك، ولكن سارة بتقدر تسيطر عليه وتهديه في آخر لحظة. وبيروحوا كلهم بعد كده للميكانيكي وبياخدوا التاكسي وبيهربوا، وفي طريقهم بيشوفوا عربيات تبع المخابرات تاني. فبتستخدم سارة قوتها وبتدمر كل العربيات دي عشان محدش يقدر يطاردهم تاني. ولما بيشوف هنري اللي عملته سارة بيحاول يوجه عليهم المسدس، ولكن الكلب بيعضه وبيمنعه. ولما بتسمع سارة صوت الكلب بتوقف العربية بقوتها وبتاخده معاها. وأخيرا بيقدر جاك والأطفال يهربوا من المكان، فبيكملوا طريقهم وبيخرجوا من المدينة. وبيقول كيفن لجاك إنهم لازم يرجعوا الكوكب بتاعهم في أسرع وقت، لأن وجودهم مدة طويلة على كوكب الأرض هيهدد حياة البشرية. والمشكلة في كل ده إن فريق المخابرات بتاع النقيب هنري أخذ السفينة الفضائية بتاعتهم عشان يعملوا عليها أبحاث، وللأسف مش عارفين مكانها. فبيقول جاك إنهم لازم يدوروا على أي عالم فلك عشان يساعدهم ويعرف لهم مكان السفينة بتاعتهم. فبيفتكر هنا أليكس علامة الفضاء اللي وصلها للمؤتمر العالمي لما كان في مدينة لاس فيجاس، وبيقرر يروح يقابلها عشان تساعده. وفعلا بيروح يقابلها في الفندق اللي قاعدة فيه وبيحكي لها كل اللي حصل معاه، وبيعرفها إن سارة وكيفن فضائيين وعايشين في كوكب تاني. ولكن أليكس بتكون مش مصدقة كلامه ده، خصوصا إن شكلهم أطفال وشبه البشر جدا. فبتلاحظ إن كيفن دخل على ملفات الصور بتاعت وكالة ناسا
اللي موجودة على اللابتوب بتاعها، فبتطلب منه ما يفتحش الصور. فبتقول لها سارة إنهم لقوا صورة السفينة الفضائية بتاعتهم، وأكيد علماء الفلك بتوع وكالة ناسا عارفين مكان السفينة بتاعتهم. وكالعادة بتكون أليكس مش مصدقة إنهم فضائيين، ولما بتروح تاخد اللابتوب بتاعها بتصطدم أول ما بتشوف سارة، وبتستخدم قوتها الخارقة وبتتحكم في اللابتوب وبتخليه يطير في الهواء. بعدها بيشغل كيفن جهاز عليه صور مجسمة للفضاء، وبيقول لها إن سبب وجودهم على كوكب الأرض هو إن الكوكب بتاعهم مبقاش صالح للحياة بسبب إن الأكسجين بيقل تدريجيا في الهواء كل سنة. عشان كده قرر المسؤولين في الكوكب بتاعهم إنهم يحتلوا كوكب الأرض ويعيشوا فيه، لأن نسبة الأكسجين كويسة والموارد الطبيعية اللي فيه كتير. ولكن والد سارة كان رافض فكرة احتلال كوكب الأرض، وقدر يخترع جهاز فضائي وحطه على كوكب الأرض عشان يعمل تجربة يعيد فيها الحياة للنباتات، ومن خلال الجهاز ده هيقدروا يزرعوا نباتات كتير على الكوكب بتاعهم، والأكسجين هيزيد جدا. ولكن على الرغم ده إن المسؤولين في الكوكب بتاعهم مصممين يحتلوا كوكب الأرض، وقبضوا على والد سارة عشان ما يعطلهمش. وعشان كده اضطر كيفن وسارة يروح لكوكب الأرض عشان ياخدوا الجهاز الفضائي اللي والده اخترعه. وبتعرفهم سارة إنهم لازم يرجعوا لكوكبهم في أسرع وقت، لأن المحارب سيفون اللي كان بيطاردهم لسه عايش، ومهمته هو إنه يقتلها هي وأخوها عشان المسؤولين في الكوكب بتاعهم يحتلوا كوكب الأرض. فبتقرر أليكس تساعدهم، وبتروح لصديقها الدكتور هارلين اللي بيشتغل في وكالة ناسا، وبتسأله عن مكان السفينة الفضائية بتاع كيفن وسارة. فبيقول لها إن المخابرات نقلوا مكان السفينة، وهي دلوقتي موجودة في مقر على بعد 50 ميل من ولاية نيفادا، وبيديلها مخطط للمقر وبيعرفها إن هو عليه حراسة مشددة. وبعدها بيرجعوا كلهم للفندق اللي أليكس قاعدة فيه عشان يستنوا لحد لما تغير هدومهم ويتحركوا كلهم للمقر اللي فيه السفينة الفضائية. فبتقول سارة لجاك إن هي قرت أفكاره هو وأليكس، واكتشفت إن هم معجبين ببعض. وأثناء ما كان جاك مشغول بيفكر في أليكس، بيشوفوا الأطفال مجموعة شباب رايحين حفلة تنكرية، فبيروحوا يتفرجوا عليهم، وبيلاحظ جاك إنهم اختفوا من جنبه. وقبل ما يروح يدور عليهم بيجي أفراد العصابة اللي كان شغال معاهم، وبيمسكوه عشان يودوه لرئيس العصابة بتاعهم. فبيضربهم جاك هما الاتنين، وبيروح يدور على كيفن وسارة في الحفلة التنكرية. في الوقت ده بيكون الأطفال في الحفلة التنكرية، وبيتفاجئوا إن سيفون جاي عشان يقتلهم وينتقم منهم بعد ما دمروا السفينة الفضائية بتاعته. وقبل ما يهجم عليهم بتستخدم سارة قوتها وبترمي عليه عمود كهرباء، وبتهرب بسرعة هي وكيفن. وفجأة بيجي النقيب هنري ومعاه فريق المخابرات عشان يقبضوا على سارة وكيفن. ولكن جاك بيعرف مكان الأطفال وبياخدهم وبيروحوا لأليكس عشان يهربوا. وبعد شوية بيشوف هنري التاكسي بتاع جاك، وبيروح هو ورجالته بيطاردوه. بيتفاجئ إن هاردن صديق أليكس هو اللي موجود في العربية، وبنكتشف إن دي كانت خطة جاك من البداية. وبنشوفه وهو راكب العربية بتاعت هارلين، وبيكون في طريقه المقر المخابرات اللي فيه السفينة الفضائية بتاعت الأطفال. ولما بيوصلوا بيقرروا إنهم يدخلوا من الباب الخلفي للمقر، ولكن فجأة بيهجم عليهم مجموعة جنود وبيضربوا حقن مخدرة على كيفن وسارة وبياخدوهم. فبيتعصب هنا جاك وبيهجم على الجنود، ولكن عددهم بيكون كبير جدا وبيقدروا يضربوه. وبتحاول أليكس تقنع النقيب هنري، وبتقوله إن لازم كيفن وسارة يرجعوا كوكبهم بسرعة وإلا الفضائيين هيحتلوا الأرض. ولكن هنري ما بيصدقهاش وبيرفض، وبيأمر الجنود إنهم يحبسوا جاك وأليكس في سجن على بعد 10 كيلو من المخابرات اللي موجودين فيها. فبيركب جاك وأليكس العربية مع الجنود وبيفكروا في خطة عشان يهربوا. وبعد تفكير بيهجم جاك على الحراس وبيضربهم وبيرموهم بره العربية، وبيرجع هو وأليكس المقر مرة تانية. وبعدها بيدخلوا من نفق تحت الأرض وبيوصلوا المقر، وبيشوفوا مجموعة علماء وبيحاولوا يشرحوا جثة كيفن وسارة عشان يعملوا عليهم أبحاث وتجارب، وبيعرفوا مصدر قوتهم الخارقة. وفجأة بيشتغل جهاز الإنذار في المقر، وبيتفاجئ هنري إن المحارب سيفون اخترق المقر وقتل معظم الجنود. فبيخرج من المختبر هو والجنود بتوعه عشان يقتلوا سيفون. فبيستغل جاك وأليكس الفرصة وبيتنكر في زي دكاترة وبيدخلوا المختبر، وبعدها بيضربوا كل الدكاترة اللي موجودين وبيفوقوا الأطفال من المخدر اللي خدوه، وبيتحركوا كلهم ناحية السفينة الفضائية. ولكن بيلاحظوا إن في مجموعة علماء موجودين في أوضة الأبحاث اللي فيها السفينة. فبتروح أليكس تتكلم معاهم على أساس إن هي شغالة في المقر، وبتكذب عليهم وبتقول لهم النقيب هنري بيأمرهم يصلوا المكان بسرعة. فبيقتنعوا بكلامها وبيخرجوا من المقر، وبيشغل كيفن السفينة. ولكن قبل ما يركبوا بيجي هنري والجنود بتوعهم وبيهددهم يسلموا نفسهم وإلا هيقتلهم، وبيرفضوا يستسلموا وبيمسكوا في إيد بعض. فبيضرب الجنود عليهم نار، ولكن الرصاص ما بيأثرش فيهم بفضل قوة كيفن. وفجأة بيظهر سيفون عشان يقتلهم، فبيركبوا السفينة الفضائية بسرعة وبيتحركوا ناحيته وبيخبطوه على أمل إن هم يقتلوه. وبعدها بيخرجوا من المقر وبيتفاجئوا إن سيفون دخل السفينة من خلال مركز التهوية. فبيهجم على جاك وبيضربه وبيوقعه على الأرض. فبيقوم جاك وبيحاول يدافع عن نفسه وبيقدر يشيل الخوذة من على دماغه. فبيجي كيفن في الوقت المناسب
وبيساعد جاك وبيزقوا سيفن في مركز الاحتراف بتاع السفينة وبيقتلوه، وبكده بيقدروا يتخلصوا من سيفن خالص. وبينزل الأطفال في السفينة في مكان قريب من مدينة لاس فيجاس عشان يسيبوا جاك وأليكس، ولكن قبل ما بيمشوا بيدوهم جهاز تتبع عشان يعرفوا مكانهم لما يرجعوا للأرض، وبيودعهم الأطفال وهم متأثرين عشان مش هيشوفوهم تاني. وبتنقل سارة قوة التخاطر الذهني بتاعتها لجاك كنوع من أنواع الشكر ليه عشان هو ساعدهم ومتخلاش عنهم. وبعدها بيركبوا السفينة الفضائية بتاعتهم وبيرجعوا الكوكب بتاعهم مرة تانية. ايه رأيكم في الفيلم؟ لو الفيلم عجبكم متنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك للقناة عشان اسمكم يظهر معانا الفيلم اللي جاي، وعشان تشوفوا كل الأفلام الجديدة. أشوفكم في فيلم جديد. باي باي.